ان شاء الله النهارده هنعمل العاشوراء. كل سنه وانتم طيبين بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم كريمي جميل جدا. عندي حوالي ربع كيلو من القمح او الغله او البليله، ده حوالي 250 جرام وده بيكون شكلها. هاخدها اغسلها كويس وهنقعها في ميه من بالليل للصبح، ويفضل ان هي تتنقع من بالليل علشان حجمها يكون اتضاعف وفي نفس الوقت بتكون طريه معايا. شايفين الحجم اتضاعف معايا، وفي نفس الوقت لما اجي اضغط عليها الاقيها ان هي طرت جدا معايا، وده بيسهل معايا ان هي ما تاخدش سوا ياما على النار. هاخدها اغسلها كويس جدا واحطها على النار في ميه، واول ما تبدا تستوي معايا بلاقيها شوفين حجمها اتضاعف ونفشت معايا. طبعا دي لسه فيها شويه بسيطه من الميه، شايفينها كده حجمها اتضاعف وبقت كده جاهزه معايا. هبدا ان انا اخدها اضربها في الخلاط بشويه لبن او شويه الميه الموجودين فيها، يا اما لو عندك هاند بلندر ابدأي ان انتي هرسيها، بس مش هتبقى ناعم، يا دوبك نص كسرة. انا عايزة تبقى فيها حبة القمح او البليلة تكون ظاهرة معايا. عندي لتر ونص من اللبن، انا هستخدم لتر دلوقتي وهخلي النص على جنب بالشكل دوت. ويفضل لبن كامل الدسم عشان تعرفي تاخدي منه القشطة بتاعته. وهبدأ ان انا اقلبها كويس جدا. طبعا اللبن انا كنت غلياه، وهنزل بكوبايه من السكر. طبعا كميه السكر حسب ما انت عايزه، بس كميه الكوبايه عاطت طعم مظبوط جدا. هسيبهم يغلوا على النار وابدا اجهز النشا. عندي حوالي معلقتين كبار هرميين من النشا بالشكل دوت. انا مش هحط نشا كتير علشان الماده لما اجي طحنت البليله طلعت ماده النشويه بتاعتها، فانا هفضل معلقتين بس. عندي نص اللتر متبقي من اللبن، هضيف ربع كده وربع تاني هخليه على جنب. وهبدأ ان انا ادوب النشا كويس جدا بالشكل دوت. وعندي الطعم الكريمي الحلو جدا اللي هيديله قوام حلو هو معلقتين كبار من الكريم جانتيه الخام غير محلى. هضيف عليه باقي اللبن وهقلبه كويس جدا لغايه ما اعطاني القوام الكريمي الحلو دوت. شايفين بقى ادي اللبن لما شايفين بقى الوش القشطه عملت ازاي معاه. هبدأ ان انا اقلبه كويس جدا. انا عايزه حبات القمح او البليله كلها تتشرب بالسكر واللبن، وهسيبها تاخد غلوتين على النار بالشكل دوت. هقلبها كده كويس وايدي فيها على طول عشان ما تتلسعش مني في الحله. كده اصبحت جاهزه معايا. هبدا اضيف النشا بس اقلبه تاني علشان اتاكد ان النشا كله داب، وهبدا ان انا اضيفه على البليله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقلبه على طول. شايفين بقى القوام تقل معايا، واول ما تظهر معايا فقاعات البليله كده اعرف ان النشا كده استوى معايا. في نوعيه من النشا بتمسك بسرعه وبتربط بسرعه. شايفين بقى في الحاله دي هبدا اضيف رشه من الفانيليا، بحطها في الاخر عشان احس بطعم الفانيليا، فيفضل تحطيها في الاخر بالشكل دوت. هبدا بقى ارفعها من على النار وكده اصبحت معايا جاهزه. هبدا اضيف الاضافات الاخيره. لو عندك ما عندكيش خلاص، بس بتدي طعم حلو قوي 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 للعاشوره، وهو الكريم جانتيه اللي احنا ضربناه. بصوا القوام بقى بيدي طعم كريمي حلو قوي قوي، ويفتح معايا اللون كمان. هقلبها كويس جدا بالشكل ده. واخر اضافه هضيفها وهو وش اللبن. قشطه وش اللبن بتدي طعم حلو قوي برضو غني للعاشوره. هضيف كده زي معلقتين كبار، وهبدا ان انا اقلبهم وابدا ان هي اوزعها في الاطباق او الكاسات الموجوده عندي. كده معايا جاهزه. هبدا بقى اوزعها في الاطباق الموجوده معايا. شايفين بقى القوام حلوه جدا، سهله وبسيطه وما خدتش معانا وقت خالص، جميله جدا.
هسيبها بقى تبرد خالص، وهبدأ ان انا ازينها، هدخلها التلاجة وهبدأ ازينها. بقى عندك مكسرات، عندك لوز، عندك جوز هند مبشور. سهلة وبسيطة، مخدتش مننا وقت. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى الطبق جميل جدا مع رشة من القرفة، وعندي جوز هند دوفر ومكسرات. التزيين اللي يناسبك اعمليه، او ممكن تاكليها ساده برضو حلو. شايفين بقى القوام كريمي وساقع طبعا، حلو قوي قوي. جربوها هتعجبكم. ربع كيلو عمل حوالي 10 اطباق او 10 كاسات. طبعا اطباق حجمها كبير، ممكن يبقى اكتر من كده. سهله وبسيطه، ما خدتش مننا وقت. وكل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم بالخير وبالهنا والشفا.